مساكم الله بالخير يا طلال. وشلونكم طال عمرك؟ طول عمرك. اليوم يكلمني واحد من العيال في ثاني شهر من زواجه، يقول يا ولد انا مرتي قالت ابي شغاله ولا ردني لاهلي. وش التصرف السليم؟ وش المردود اللي يقوله الرجال؟ ثاني شهر. والله اشوف انه يراجع حساباته. يعني وش؟ هو ذا الحين شهر عسل 30 ليل ما دخلت المطبخ ولا جات، والشهر الثاني على طول شغاله. اجل الشهر السادس وش بتدخل؟ قصر. والله تقول انا بنت عز وابي شغال، انا ما اقدر. على عيني وراسي بس تدخل المطبخ ايش؟ يعني ما انت جايب لها شغاله؟ في الشهر الثاني؟ في الشهر الثاني؟ لا. يعني اقول للرجال يردها لها لا يستخير يراجع حسابات. انا اقول له يراجع حسابات. حلو. لا اصرح انه يردها لها لا، بس يراجع حسابات. طيب وش تقولون يا الربع؟ والله يا ابو سلمان انا ماني بودي لا هلا ولا بجيب لها شغال. لا انا بقول لها طيب بتحل الامور بالتي هي احسن. بتحدك على حلو. لان الله يزين. بتحدك على الشهر الثالث اعطني اياه. وانت شو تقول يا ابو عايض؟ والله انا اقول طال عمرك جيب لها شغال، وش المشكله؟ كذا. عادي الامر كله يسر. سلام. اما بالنسبه لي والله ما بسرحها ما دام يا رجال اذكر الله يا رجال. تعود من الشيطان. تعود من لا والله تسرع والله رجعها خلاها على قولتهم. تراجع حساباتها هي بعد. لين تستخير مردها. لا كل شيء يعني انت تقول ما في شغاله، يعني بتجيب لها شغاله انت؟ صعبه يا ولد، يعني انا اتوقع الشهر السادس بتطلب اشياء مستحيله. اذا الشهر الثاني شغاله. يعني انت ما انت جايب لها شغاله تقول؟ ها؟ ما انت جايب لها شغاله في الشهر الثاني اتكلم عن الشهر الثاني. ايه لكن فيما بعد عادي الامر بسيط. جيب شغال. طيب اذا هو بسيط في الوقت الجاي ما في مشكله. لا انت فتحت الباب ذا خلاص. لا قدر خطامها في يدك ضاعت الدعوه. حلو كلام. لا انت يا الرب.